امتى تعملي نفسك عبيطه؟ اوقات الحاسه السابعه عندنا بتشتغل، ما هو احنا يا ستات عندنا قدره خارقه ان احنا نقرا طالع ونشوف المستخبي. يعني الراجل يكون لسه بيخطط انه هيعمل حاجه تضايقك وانت خلاص شميتي ريحه المصيبه. بس المشكله الكبيره مش في الاحساس، المشكله في القرار اللي بعدها. اواجه ولا اعمل نفسي مش واخده بالي؟ الذكاء مش في المواجهه او في الكتمان، الذكاء في انك تختاري معاركك صح، شوز يور بات، وترسمي الخطه لما بعد المواجهه. يعني لو واجهتيه وانكر هتعملي ايه؟ طب لو اعتذر هتتصرفي ازاي؟ والاهم من كل ده، انت بتواجهي اصلا ليه؟ يعني منتظره منه اعتذار ولا كل ده غلاسه والسلام؟ كل دي حاجات لازم يكون ليها سيناريو في دماغي، عشان العشوائيه مش مطلوبه خالص هنا. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، انت اصلا هتعملي كل ده عشان ايه؟ نسي يسلم عليكي وهو نازل الصبح؟ اكيد لا طبعا. المواجهه دي بتكون في المواقف الكبيره، شاكه فيه، ما قدركيش في موقف ومش عارفه تعديه، لكن طبعا اللي ينفع تعديه عديه. زي الكوره كده، خلي الماتش ويداري معاركك الصح، ودايما وانت بتواجهيه فهميه الموقف ده عمل فيكي ايه وقد ايه الموضوع ضايق، بس بطريقه لذيذه كده، مش بتفعيل النكد مود. وما تفضليش تهاجميه وخلاص، انت كمان ساعات بتغلطي. قولي لي بقى في الكومنتس ايه اكتر موقف عرفتي تعملي نفسك عبيطه وعدى.